وليه تشتري الحمام من عندي الجوز ب300 جنيه لما ممكن تشتريه بأقل من 200 أو ب200 جنيه وتعمليه في البيت ويبقى أوفر لك وأحسن لك. وتعالي يا ستي هقولك الطريقة. بس كالعادة قبل ما نبدأ وصفتنا هديكوا سؤال في نص الحلقة. تمام؟ أول حاجة هنجيب الرز. رز مصري. لكل حمامة نص كوباية رز. المج اللي هو بتاع الشاي هغسله كويس جدا وهنقعه. جماعة انا مش هحط الرز ده على النار نهائي. والطريقة دي تحفة بتخلي الرز مفلفل ما يعجنش منك خالص. هتنقع الرز حجمه هيتضاعف. برضو مش هيخلي الحمامات فرقع. الحمام اللي معايا مغسول كويس جدا ومنقوع. اغسليه بدقيق وبنقعيه في ليمون وملح وسكر. بيبقى حلو كده وريحته حلوه ولونه زي ما انتم شايفين بيلمع كده بيبرق. نظافه الحمام مهمه جدا بتفرق على الطعم. لو في زفاره هتخلي الاكل مش ولا بد يعني. هنا كنت خلصت الكميه اللي معايا وهديلكم سؤال. وعلى فكره اللي هيجاوب السؤال ده وهيتفاعل معايا على الصفحه ليه هديه. الهديه كيلو ممبار متحمر وطاجن كوارع. حاجه كده بقى ايه من الاخر. السؤال بقى هو ايه يا جماعه؟ ما هي الكتب السماويه؟ الكتب السماويه اللي ربنا انزلها على الانبياء قولوها لي. وقولوا لي كل كتاب نزل على سيدنا مين. سؤال سهل. حابه ارجع معاكم في فقره الاسئله تاني بصراحه مفتقداها جدا. وبرضو ناخد ثواب وكده. الحمام طبعا متورق كويس. هنتبل الحمام شويه من الملح، شويه من الفلفل، شويه من القرفه، بشرتين كده من جوز الطيب. يا جماعه انا كنت قعدت فتره ما استخدمهاش. وبعدين هي بتفرق في الاكل بصراحه. جبت شيخ يعني وكده وقال لي ان هي مستباحه فهو الذنب ذنبه بقى لو طلعت حرام. تمام. هعصر عصرة من الليمونة. الليمون بيفرق جدا في النظافة وفي الطعم بيخلي ريحة الحمام ده بقى ايه في حتة تانية خالص. بصراحة انا بحط ليمون كتير في الحمام وفي الفراخ بالذات بقى لو بعمل صينية فراخ بالبصل بيبقى طعمها خطير. جربوها يا جماعة. بفكركم ما تنسوش تجاوبوا على السؤال اللي هيتفاعل تفاعل حلو قوي على الصفحة ويضيف اعضاء. لكيلو كيلو ممبار متحمر وطاجن كوارع. هنسيب الحمام حوالي 10 دقايق كده على ما نجهز خلطة الرز بتاعه. معايا حوالي 3 بصلات كبار بس البصل ده كان صغير فهو باين لكم العدد كبير يعني. 3 كبار. يعني كل كوباية رز عليها بصلاية. يعني كل كوبايتين عليهم بصلاية. دول كانوا 7 كوبايات ل14 حمامة سبع أجواز حمام. تمام. هفرمهم فرم ناعم وهنزل عليهم بشوية من الفلفل شوية حلوين محترمين. معلقتين كده من الفلفل. وهننزل بالملح حوالي معلقتين كده من الملح. لان انا معايا يا جماعه 14 حمامه فده التتبيله يعني كميه كبيره. لو انت بقى بتعملي حمامتين او 3 هتحطي معلقه صغيره من الملح. هننزل بقى بمعلقتين من القرفه ودي اللي هتديلي طعم حلو قوي ولون حلو للرز اللي انا هحشي بيه. وبشره من جوز الطيب يعني حوالي نص حبايه كده هبشرها. برجع افكركم ما تنسوش تجاوبوا على السؤال. لو انت بقى بتدفعلي ومش حواليا او مش من مدينتي او مش من الاماكن القريبه مني هبعتلك فلوسك على فودافون كاش. هتبقى 300 جنيه باذن الله. هقلب بقى كل المكونات مع بعضها وهضيف عليهم حوالي يعني مثلا نقول ربع كوبايه من الزيت. وطبعا الزيت هيخلي الرز بيلمع وهيبقى مفرفر معايا مش هيبقى معجن. وهيديله ايه شكل حلو كده لما تيجي تفتحي الحمامية. تمام. هجيب الخلطة بقى الرز اللي انا نقعته حجمه زاد معايا تقريبا الضعف. هحط عليه الخلطة اللي هي البصل بالتوابل بتاعها بالزيت. وهقلب كويس هنبص نلاقي ايه لون الرز ده اتغير. وعايزه اقولك ان انت ممكن تضيفي كمان نص معلقه من الكركم هيديله لون حلو كمان. هنا الحمامه كانت متورقه معايا بس لازم اتاكد كويس. وبورق كمان الورك بتاعها. بدخل العضمايه بمسكها كويس وادخل العضمايه لجوه. لازم اشيل الرقبه دي يا جماعه عشان لما تيجي تقطم الحمامه كده ما تلاقيش عائق قدامك. في ناس بتاكل حمام بعضمه. ده اللي انا اكتشفته يعني. بالازازه بقى الحمامه شفته اقل من ثانيه بتكون اتحشت. وبزحزح الرز بقى كده لتحت. لو انتي حابه او خايفه ان هو يفرقع خلي الحشو عند الرقبه بس.
هنا كنت حشيت الكمية كلها، شايفين يا جماعة ما خدتش معايا وقت خالص، بسم الله ما شاء الله بجد. وفي مية مغلية فيها بقى شوية بهارات ورق لورا كده يعني. بيقعد في النار ساعة الا ربع الرز بيستوى واللحمة بتاعته بتستوى، بيبقى تحفة. لو انت بقى عايزة تحمريه وتدوله اللون الحلو ده قوي، هتجيبي شوية لبن وتحطي فيهم معلقة قرفة فلفل صغيرة عفوا، ومعلقة ملح صغيرة، وتقلبيهم وتقومي مدخلة الحمامية في قلب اللبن وتقليها. حاجة كده فوق الوصف وفوق الخيال بصراحة. طبعا الشكل بيحكم واللون كمان انتوا اللي تحكموا عليه. ونسيت اقول لكم ما تنسوش تجاوبوا على السؤال، وكمان ما عدتوش تشتروا حمام من بره خالص يا جماعه، ولا من عندي ولا من عند غير. انا بنزل لكم الوصفه واعملوها في البيت كده. شوفوا وشكم على خير، مع السلامه.